الامانه ومش كده، ومش هنسحب القضيه كده. انا اروح اثبت حضوري قدام احمد عبد العاطي، اثبت حضوري قدام احمد عبد العاطي مدير النيابه اللي بحاجه جوه ده بدون حضور محامي، وهثبت انسحابي. مش هتنازل، هثبت انسحابي كمحامي، لان اللي بيحصل ده من انواع السخره والاستعباد. حقكم هيجيلكم، لكن بالشكل ده وانا لو ابني اتنازل عن المحضر، لو ابني اتنازل وقال انا متنازل وما اتضربتش، انا كمان هعترض، لان ابني منين امبارح قلت له منين، كان بيقول انا اتضربت وانا ابنك اتسحل وابني اتبهدلت واتعمل، ومنين النهارده يكبر لو ما اتضربش؟ نتنازل ماشي، احنا نتنازل مش عايزين حاجه، لكن ابني اتضرب وقلت له ابني اتضرب وقال ما اتضربتش، بقى ده تنازل اجباري، وقلت له احنا كده تحت التهديد، ان ما اتنازلتوش يعني فيما بعد هنتحطوا في الليسته، يعني احنا مجبرين يا اما نتحط في الليسته، يعني احنا هنموت. لا حد هيقدر يجي ناحيتكم ولا حد هيكلمكم، واي حد يتمس شعره منه على مسؤوليته الشخصيه. احنا بلد فيها قانون. الواد وافق ومضى؟ اتلموا عليه هناك ولا يعمل ايه؟ اذا كنا احنا ما نقدرش نطلع، قال لك انا قال له لازم تتنازل ولازم تعمل واكيد امك موافقه، كلهم موافقين وطردوا احمد وكله شغل ضغط. خلاص ماشي. انا مش ده باطل يعني هو موافق ان هو يغير تقواله؟ يمضوه على امال مش هيوافق تحت الضغط الفاضي، مش هيوافق ولا ايه؟ يمضوه على اي حاجه. يعني مدير النيابه دلوقتي بيحقق معاه في وجود قيادات امنيه؟ القيادات الامنيه بطلع قدامكم كلكم، انت شايف في ظباط مش شايف ظباط جايبين امن مركزي؟ لا دول عشان مساجين. في ظباط عربيه امن مركزي. لا في المركزي داخل هو. طب انا عايزك تقولي دلوقتي ايه اللي حصل جوه بالظبط؟ اللي حصل جوه انا ما قدرتش اطلع البيت. ما قدرتيش تطلعي له؟ وهم بيحققوا معاه جوه دلوقتي، لا المحامي بتاعه عرف يطلع ولا حضرتك عرفت تطلع ولا اي حد عرف يطلع؟ وهي كده خلصت واتغيرت اقواله كده خلصت. لا ما خلصتش العلم. لا والله ما خلصتش العلم. ما خلصتش. احنا انا هسألك سؤال حاجه، هو سؤال قدام الناس اللي موجوده، انت عندك الرغبه انكم تكملوا في خطوات الشكوى ولا لا؟ دي والدته؟ انا حضرتك انا دي والدته. لو عندكم الرغبه انكم تكملوا خطوات الشكوى دي قدام الناس الموجوده دي كلها، محدش هيقدر يجبركم انكم تقرروا. تمام قوي. تمام؟ احنا عندنا بدل القضيه يا هيثم بيه، اهم حاجه اراده حضرتك. عايزين تكملوا في الشكوى دي، احنا موجودين هنا من امبارح. احنا كده ناس مصر كلها وراكم صدقني. كلنا قعدنا متحاورين يعني مصر ورانا لحد امتى؟ لا اصل بص الشباب مش هيسكتوا، الشباب مش هيسكتوا. ستي انا اساسا امبارح لما اتصلت استاذ نبيل قلت له بالليل لو في اي تحقيقات هنيجي نحضر معاك بصفه شخصيه، لان انا اساسا من المنصوره، انا شغال في الموضوع المصريه في القاهره، بس انا اساسا من المنصوره. قلت له بصفه شخصيه لو عندك اي مشكله في المستشفى انا عارف ناس دكاتره ممكن يسهلوا لك اي حاجه في المستشفى. فاهماني؟ يا جماعه احنا بنقول انا ما بتحداش الحكومه، انا عايزه حقي وابني بيتنازل بمزاجنا، نتنازل اللي احنا عايزين، خدنا حقنا نتنازل بمزاجنا. ما هو ساعات لو خدتي حقك مش هتبقي اتنازلتي، هتبقي خدتي حقك. خلاص يبقى احنا كده ان شاء الله مش هنسكت.